عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد يا رب يعجبكم ان شاء الله في قناه شيماء جمال تي في. بقالي كتير ما عملتش معاكم روتينات وتوضيبات وكده. اهتميت شويه بالريفيوهات وسبت شويه الروتين او الحاجات اللي فيها تنظيف وطبخ وكده. فزي ما انتم شايفين كده قدامكم المكان عندي متبهدل، الغساله كانت بايظه والناس جت صلحتها، اخدت اليوم كله تصلح في الغساله، وطبعا دخلوا بالشوزات والغساله نزلت ميه، فالمنظر زي ما انتم شايفين كده. وكنا في امتحانات، يعني الفيديوهات دي من الوقت اللي كنا بنمتحن فيه، فكنت عايزه انجز بصراحه عشان نكمل اللي احنا يعني الامتحانات والمذاكره وكده، فما صورتش الجزء ده. ايام الامتحانات اخدناها كاننا في سجن، وبرضو اهملت جدا في المطبخ وفي كل حاجه، حتى تلاقوا الخشب نفسه كان محتاج ان هو يتغسل. بس الفيديو ده كنت مصوراه في وقت الامتحانات، فكنت بعمل الحاجات اللي هي عايزه تتعمل بسرعه، مش هينفع تستنى، وسبت الحاجات التانية. زي ما انتم شايفين فرشت، مسحت الاول وفرشت، وكمان غيرت السجاده اللي هنا لان كمان الصاله كانت بايظه. كنت رافعه السجاده عشان لما يجوا يعدوا. مسحت الصاله كمان وفرشت السجاده الكبيره، ويعني زي ما انتم شايفين روقت الدنيا بره وجوه. بس انجزت فيها عشان كنا بنذاكر. احنا اخدنا ال 15 يوم بتوع الامتحانات كأني في سجن، لا انا بنزل ولا الاولاد بينزلوا، وكنت مضغوطه جدا. كنت بس مضغوطه، لا ده انا ده عمرها ما حصلت في حياتي انا التعليميه ان انا لحد ما طلعت من الكليه، اتخرجت من الكليه، عمري ما طبقت في امتحان. كليه ايه ده؟ انا في الثانوي عمري ما طبقت في امتحان. طبقت علشان امتحانات سنه رابعه ابتدائي. والله العظيم كانوا بياخدوا مادتين في اليوم، وانا بخاف ما يخلصش، اخاف ما يكملش، ما بعرفش انام لحد ما ينزل، وبرضو افضل قلقانه لحد ما يرجع. سنه رابعه بقى، وموال سنه رابعه طبعا كلكم عارفينه. فكانت عندي حاجات كتير، يعني البرتقال ده عشان اخلصه كان برضو في وقت الامتحانات. زي ما بقول لكم كده، الفيديو ده كان الاسبوع اللي فات. فكنت بعمل بالواحد، يعني انتوا شايفين البرتقال قد ايه، عملت واحده بس في اليوم ده. شربوا ما شاء الله، كل ما بعمل بيتشرب، كل ما بعمل بيتشرب. دول اللي اتبقوا من البرنيكه كلها. وتاني يوم عملت واحده، وكل يوم كنت بعمل واحده يعني. لا يا جماعه ايه ده؟ لا يا جماعه، ده اول سنه امتحانات اللي هي سنه رابعه، ده لسه 5 و6 واعدادي وسنه، احنا هنعمل ايه بعد كده؟ الموضوع صعب. في ايامي انا والله ما كنت دايما اقول لازم اخد وقتي في النوم، وكنت عندي برود فظيع يعني في كل مراحل تعليمي. كنت لازم انام، مفيش حاجه اسمها اطبق، لازم انام عشان اصحى اعرف اركز. وكنت بلم المنهج والله، ويعني وتقديري جيد جدا. ف مش عارفه ليه انا مضغوطه كده مع عبد الرحمن، مضغوطه جدا. بس الحمد لله خلصنا، والاسر اتفك والسجن اتفك، والحمد لله. بصوا العجينه اللي انا عملتها دي، كنت برغي وما قلتش. العجينه دي عجينه الخبيز او العيش العادي اللي احنا بنعمل بيه عيش، ولا العجينه تبقى طريه قوي ولا تكون ناشفه قوي. الجزء اللي عايزه اوريكم فيه العجينه اتشال، معرفش ازاي، او الكاميرا ما كانتش شغاله ما لقيتهوش. بس هوريكم دلوقتي وانا برقها، تشوفوا يعني مستوى العجينه هيبقى ازاي، كانك بتعملي عيش بالظبط. هسيبها شويه تستريح. في الوقت ده جبت صدور البانيه وقطعتها مكعبات، نعمل الفراخ بوب كورن. انا بسجل يعني، انت كده ما سمعوكيش وانت بتقولي انت بتسجلي؟ لا سمعوكي. بعد ما قطعتها مكعبات، فاكرين تتبيله البطاطس دي اللي قلت لكم ما حبيتهاش مع البطاطس، بتغير طعم البطاطس. دي بقى لقيتها اختراع 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 مع الفراخ، سواء بانيه او الفراخ اللي هي البوب كورن تشيكن دي. حطيت علشان الكمية كبيرة شوية، فانا حطيت 2 من الكيس ده الفوري. طبعا لو ما عندكيش هتحط التوابل العادية بتاعتك اللي هي ملح وفلفل وبابريكا وتوم وبصل بودر، التوابل اللي انت بتحطيها في البانيه عادي. عندك دي حطيها، هتزود معاك التيست جدا. حطيت ملح قليل عشان التوابل دي اصلا فيها ملح، وزودت ربع معلقة من الفلفل الاسود، ومعلقه من الثوم والبصل البودر، ومعلقه بابريكا. ما زودتش عشان التوابل دي فيها كل حاجه. وجبت معلقه من الهريسه اللي انا عاملاها، هريسه الفلفل دي برضو بتدي تيست عالي جدا، بتخلي طعم البانيه فظيع. وانا حطيت معلقتين من دبس الرمان،
بس مش عارفه راح فين الجزء ده برضو. وبعدين في نفس ذات التتبيله هكسر بيضتين، عشان دي اللي هتخلي البقسماط بعد كده يمسك. مش دول بيبقوا مكعبات صغيره، فيبقى صعب تمسكي بالواحده. تليفون بابا. لا، المكعبات دي هتبقى صغيره فصعب تمسكي بالواحده، فاهمين؟ هوريكم بقى هعملها ازاي. انا حطيت البيض كده فيها وهسيبها شويه تتبل. هنا بقى العيش اللي احنا عملناه. بصوا العجينه ولا هي طريه ولا هي ناشفه. اللي بتعرف ترق الفطير الابيض اللي عندنا الصعيدي، في الصعيد حاجه اسمها فطير ابيض بتتعمل مع الخضار. كانت ماما زمان تعملها دايما يوم الخميس مع الاكل اللي هو بيبقى فيه خضار. وناس كتير بتعملها. او العجينه بتاعت الرقاق الطري او الناشف، نفس العجينه بالظبط. انا عندي دي بس زي ما انتم شايفين تحس ان هي قربت تبوظ شويه. طبعا انا عملت كذا واحد بس عشان ننجز. لو ما عندكيش اللي هي بتاعه الخبيز دي، ممكن تجيبي صينيه عاديه جدا وتقلبيها وتعملي فيها. الطاسه الكبيره دي اللي هي بعمل عليها زي ما انتم شايفين، تحس ان هي زيتت شويه. وطبعا دي ممنوع تحط فيها سلك لانها زي التيفال كده، لو اتقشرتها تبوظ. فمعرفش والله، حاسه ان في مشكله عندي في تنظيفها. عايزه سلكه عشان تنضف، وفي نفس الوقت لو عملت بسلكه هتتقشر. فهبقى اشوف لها صرفه وانضفها كويس. وبعد كده بصوا اهو، ولا هو ناشف قوي ولا هو طري قوي. الفطير العادي الابيض. وكمان انت لو شطوره في الرق هتعمليه ارق من كده، هيبقى احلى من كده. انا عندي الرولة الصغيرة دي، معرفش، حاسة ان هي ما فردتش معايا كويس. المهم عملت كذا واحدة. بصوا اهي، لو سبتيها شوية كمان هتقلب لرقاق. نفس العجينة بالظبط. هنعمل الكمية كلها وبعد كده هوريها لكم. وفي الوقت ده انا كنت شغالة بعمل العيش ده، وكنت بقشر بطاطس، بعمل حاجة تانية عشان ننجز. بصوا انا مبسوطة جدا على الفيديوهات اللي فاتت اللي كنت بعمل فيها ريفيوهات، واغلب الكومنتات كانت بتبقى معايا في رأيي اللي انا بقوله. فدي حاجة كانت بسطاني جدا جدا. وان شاء الله باذن الله كل كام فيديو كده هعمل لكم فيديو ريفيوهات عن منتجات انا جبتها واستخدمتها، وهقول لكم رأيي فيها. بس برضو انا حابه يعني اشارك معاكم يومياتي اكتر من الريفيوهات. بس ما يمنعش ان كل كام فيديو نعمل فيديو من الفيديوهات الخفيفه اللي هي ريفيوهات او خروجات او فلوجات او حاجات زي كده. ده ما يمنعش، هننوع. زي ما انتم شايفين القناه اسمها شيماء جمال تي في، يعني كانه تلفزيون بتتفرجوا على اي حاجه ممكن اصورها عادي. زي ما انتم شفتوا كده الفراخ اللي انا كنت عاملاها وحاطه فيها البيض، حطيت عليها قولوا مثلا كوبايه دقيق عليهم كوبايتين من البقسماط. كوبايه دقيق عليهم كوبايتين من البقسماط، وطبعا على حسب الكميه بتاعتي. وافضل بقى اقلب فيهم كده لحد ما البقسماط يغلف كل الفراخ، يغلفها كلها وتفك كلها من بعض. افضلي اعملي فيها كده واقلبيها كده وشقلبيها كده. خلصت كده البطاطس، هنبدأ في الفراخ اللي احنا عاملينها دي. السندوتشات دي بتبقى حلوة جدا جدا وسريعة، يعني مش سريع وانت بتعجني بصراحة وبترقي وبتعملي العيش، مش هتبقى سريعة. لكن لو انت عاملة العيش ده وحطاه في الفريزر بس هتعملي الفراخ والبطاطس، هتبقى سريعة جدا جدا معاكي. يعني في اي وقت عايزة تنجزي تطلعي وتعمليها زي عيش التورتيلا وزي زي الكريب وزي الحاجات دي. بس ده عيش يعني كانك بتاكلي ساندوتش كده، مش ما فيهوش اي ماده دهنيه زي ما انتم شفتوا، غير الكريب. والكريب برضو ما بنحطلوش ماده دهنيه كتير، هما معلقتين زيت بس. عموما يعني ده عيش. بتبقى السندوتشات دي حلوه قوي والاطفال بتحبها.
العصير اللي انتوا شفتوني انا بعمله ده مثلا البرنيكه دي هم كانوا بقالهم كتير ما شربوش عصير برتقال، فيعني يعني كل ما بعمل بياخدوا، كل ما بعمل بياخدوا، لكن الباقي انا بعمله وخزنه عشان رمضان. طبعا انتوا عارفين في رمضان بنبقى محتاجين عصاير كتير جدا، فانا خزنت عصير مانجا وده عصير برتقال. كده مش هخزن عصاير تاني، هتبقى معايا الصوبيا والتمر والحاجات اللي زي كده. بصوا عملت الطبق ده، طبق كبير على فكرة، ولسه اللي في الطاسة، واتبقى طبق يعتبر زي ده كبير برضو، بس مش هعمل كمية كلها عشان مش عايزة حاجة تتبقى. قطعت خضار، فلفل الوان وطماطم، وطبعا معايا البطاطس، فهنجيب الرغيف او العيش اللي احنا عملناه، ونحط فراخ، ونحط بطاطس داخله على دور برد، فزوري عماله وجعني جدا. وحطيت جبنه موتزاريلا، وحطيت شويه من الخضار، وحطيت الكاتشب بس. وهلفها كده باي شكل، يعني اي شكل يعجبك، كده كده هتتقطع يعني مش هتبقى بالشكل ده. نسيت اقول لكم حاجه مهمه جدا، العيش ما فيهوش اي ماده دهنيه واحنا بنعمله، ولا احنا بنسويه ولا اي حاجه، فلازم ترشرشيه كله بالزيت. يعني انا ما اعرفش الجزء ده برضو راح مش عارفه والله كنت بعمل باستعجال عشان نخلص مذاكره ولا ايه. رشيت على ال الجهاز نفسه زيت، وعليها هي نفسها زيت. طبعا درجة الاحمرار، بص هو ابيض ابيض خالص، انا هخليه احمر شوية صغيرين عشان ما يقرمش على الاولاد. يعني بصوا انا اكتفيت باللون ده، هو اغمق من كده شوية، بس الكاميرا مفتحاه مش عارفة ليه، كان سخن مولع مش عارفة اقسمه، بس هستنى لحد ما يبرد شوية وهوريكم واحد تاني. طعمه تحفة جدا جدا جدا. بصوا الحشوة بتاعته كمان هتعجبكم قوي. بصوا مش عارفه اقسم. وطبعا التيشيرت اللي انا لابساه كاني هو اللي كان بيعجن، بصوا كله دقيق، ما خدتش بالي غير دلوقتي وانا بمنتج ان الكم كله متبهدل. عايزه اوريكم بس مش قادره برضو، بس انتوا بصوا وتخيلوا الطعم، يعني انتوا تخيلوا الطعم. هنجيب واحد تاني، بس ما تنسوش رشة الزيت عشان طعم العيش ما يبقاش عيش قوي وانت بتاكليه، وكمان عشان يحمر معاكي بسرعة. لو ما عندكيش الجهاز ده طبعا هتحطي على الجريل، على البوتاجاز عادي. لو ما عندكيش الجريل، طاسة عادي مش مشكلة. بصوا الدقيق، معلش يا جماعة اعملوا نفسكم مش واخدين بالكم. ده بيبقى بتقطعيه كده لان الساندوتش بيبقى كبير، يعني شفتوا الحشوة اللي انا حطاها فراخ وبطاطس وخضار وكده، فبيبقى الساندوتش نفسه كبير، فيبقى صعب جدا ان حد يمسكه كده ويقطم منه. فانتي بتقطعيه بالشكل ده قطع صغيرة، وتدي كل طفل طبقه، او تحطي يعني تحطيهم كلهم في طبق، وكل واحد ياخد قدامه عادي. والكاتشب طبعا حاجة اساسية. حسيت ان انا ما وريتهولكوش ده كويس، هوريكم واحد تاني كمان. ده حمرته شوية، يعني بتاع الاولاد ما حمرتوش كويس عشان ما ينشفش، لكن ده انا حمرته كويس. وده شكله من جوه، الشكل بيوضح الطعم، مش هقول اكتر من كده. وبصوا اللي انا بعمله، بحطه في طبق وبغطيه بكيس، شايفين اهو اللي ورا ده كان معمول وانا مقطعاه وحطاه، ودول لسه هنحطهم وفي الجهاز. وكده الفيديو خلص، يا رب يكون عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.